السلام عليكم. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وبأحسن حال ان شاء الله. النهارده بإذن الله هنعمل مع بعض وصفة سهلة وبسيطة وجميلة جدا، وكمان ترند كتير قوي اليومين دول، يعني كل الناس بتعملها. فانا حبيت اعملها بس بطريقتي الخاصة، واضيف عليها شوية تكات بتاعتي طبعا الاقتصادية الجميلة. يعني بربع كيلو لحمة مفرومة بس، وبنص لفة من الجلاش، ونص كيلو لفة جلاش. هنعمل مع بعض فطير شرقي وش بيتزا، انما ايه، بجد جميلة جدا جدا ومعدية مراحل الحلاوة واللذاذة كتير قوي قوي. شايفين الجمال؟ الجمال والحلاوة دي هتكفينا وتكفي كمان عيلتنا، يعني تكفي 5 أفراد. فطير شرقي وش بيتزا، يعني شايفين الطراوة والجمال. هنعملها مع بعض بربع كيلو لحمة بس، وكمان بنص لفة من الجلاش. تعالوا بقى نشوف عملنا العظمة والجمال ده ازاي. شايفين مورق ازاي وقد ايه جميل؟ بجد حلو جدا جدا، وان شاء الله هتعملوها وهتكون عندكم ادمان. تعالوا بقى نجهز الحشوه بتاعتنا. اول حاجه، الحشوه بتاعتنا عباره بسيطه جدا، حاجه بسيطه جدا جدا. هتكون عن ربع كيلو من اللحمه فقط، يعني مش هنزود لحمه. تمام. في طاسة على النار ضفت فيها شوية زيت، بصلتين كبار متقطع قطع صغير. طبعا انت بتحبي البصل، كمية البصل كتيرة عن اللحمة، ضيفي اكتر كده، اكتر من كده. البصلة بتاعتي دبلت شوية، اخدت حوالي يعني ايه اللون الذهبي البسيط ده. وبعدين هبدأ انزل اللحمة. انا بحب اعمل كده في اي لحمة متعصجة، يعني ما بحبش الصراحة انزل اللحمة الاول وبعدين البصل. بحس ان البصل كده يعني ايه، هو فعلا بتكون مسكرة وجميلة، يعني بتديها طعامة كمان البصل كده. بس بصراحة أنا بحب أعملها بالطريقة دي، بحبها أكتر وبستطعمها أكتر بالطريقة دي كده. البصلة عندي دبلت شوية، وبعدين أخدت لون خفيف خالص. وبعدين نزلت عليها ربع كيلو من اللحمة المفروم، ربع كيلو فقط من اللحمة. هتعمل لي صينية كبيرة جدا من الفطير الشرقي، فطيراية كبيرة كده ما شاء الله عليها، بجد حلوة جميلة جدا وهتعجب الولاد عندك خالص. يعني كل اسبوع كمان هتعمليها وهتكون عندهم ادمان. نضيف بقى بهاراتنا: فلفل، كمون، فلفل اسمر طبعا، كمون، كزبره ناشفه، والملح بتاعتنا. ما عندكم كمان بهارات من اللحمه ممكن نضيف شويه صغيرين، ما عندكمش خلاص كده كويس جدا الملح والفلفل الاسمر والكمون والكزبره الناشفه. مكعب المرقه الصغير بقى اللي طبعا اللي هيدينا نكهه وهيدينا طعم جميل جدا جدا. نقلب بهاراتنا كده كويس مع اللحمه بتاعتنا، وبعدين ننزل عليهم بالفلفل بتاعنا. موجود عندك فلفل الوان تمام ضيفي، مش موجود عندك خلاص حط فلفل اخضر بس. ولو حباها تكون سبايسي شويه او حراقه شويه، ممكن نضيف كمان قرن فلفل حراق كده يكون سبايسي شويه. بصراحه ما حبيتهاش تكون سبايسي عشان الولاد ما بيحبوش الحر قوي ويعرفوا ياكلوا منها. عندك جزرايه، جزرتين، 3 كده، نغسلهم كويس وبعدين نبشرهم من المبشره بتاعتنا. انا عايزه الجزرايه تكون مبشوره بالطريقه دي، يعني ما تكونش متقطعه بالسكينه، بحيث ان الجزرايه عندي تدبل كده مع الخضار ومع اللحمه، تتنكه معايا كويس. تمام. ضفت بقى الجزر بتاعي، ضفت الفلفل بتاعي، كمان حبايه من الطماطم الصغيره مقطعه قطع صغيره. وبعدين هبدا ان انا اضيفها على اللحمه بتاعتي. شايفين بربع كيلو لحمه فقط عملنا كميه قد ايه كبيره؟ يعني ما شاء الله بكل الاضافات اللي احنا حطيناها ادتنا طعم وقيمه غذائيه كمان كتيره جدا جدا، زي الفلفل والجزر والطماطم والبصل، قيمه غذائيه كبيره جدا للولاد. شايفين ما شاء الله؟ بجد ريحتها جميله وطعمها جميل جدا جدا، والولاد عندك هيحبوها. وكمان لو ما كانوش بيحبوا جزر طماطم او فلفل هيحبوه جدا في الوصفه دي. تعالوا بقى نعمل التغليف بتاعنا. تغليف الجلاش تغليفه بسيط. معايا انا علبتين من الزبادي، العلبة حوالي 75 جرام، يعني المحتوى كله 150 جرام. وكمان كوباية الا ربع من الحليب، نص كوباية من السمنة السايحة، معلقتين كبار من السكر، وكمان معلقة صغيرة من البيكنج باودر. ايوه ما تستغربوش، البيكنج باودر هيخليها جميلة جدا. هقلب كل المكونات بتاعتي على بعضيها. ده بقى هيكون خليط التسقية بتاعي او خليط التغليف بتاعي. في صينية صغيرة دهنتها اول حاجة شوية من السمنة، شوية من السمنة او الزيت، شوية صغيرين كده، بحيث ان الجلاش عندي يكون متماسك كده، وكمان يتحمر من تحت يديني لون كويس جدا من تحت. هبدأ اضيف الجلاش معاكم بالطريقة دي. طبعا انا عايزاكم تحفظوا دي اهم حاجة. تمام. اهم حاجة هي الرصة بتاعة الجلاش بتاعي. نص كيلو من الجلاش طبعا هيكون جنبك كده، ومعانا الصينية بتاعتنا طبعا
غلفناها اول حاجه بالسمنه بتاعتنا. هبدا اضيف الجلاش بالطريقه دي، نصه لبره ونصه لجوه. تمام، نصه لبره ونصه لجوه. ومعايا كمان خليط التسقيه بتاعتنا اللي احنا عملناه، اللي هو عباره عن لبن، زبادي، سكر، بيكنج باودر، وكمان السمنه بتاعتنا. هو ده اللي هيكون خليط التسقيه بتاعتي. يعني بين كل ورقه ورقه او بين كل رصه ورصه بضيف، لازم ادهنه كويس بخليط التسقيه بتاعتي اللي انا عاملاها. ده مهم جدا جدا، هو خليط التسقيه ده اللي هيخليها كمان طريه جدا جدا. بس هسقيها كويس جدا بخليط التسقيه. شايفين ما شاء الله؟ ببدأ ان انا ادهنها بيها كلها كده. خلص كل الكمية وهسيب بس ورقتين، يكون الورق معايا صحيح، يعني الورق ما يكونش متقطع قوي. تمام، هسيب في اخر حاجة ورقتين يكونوا سلام. تمام، ما تكونش متقطعين قوي. يعني مثلا لو في ورق عندك متقطعة حطيها كده ايه في تاني رصة في تالت رصة، مش هتبان خالص. هبدأ احط كده بالعرض وبالطول. يعني هبدأ ان انا اداير كل الصينية بالجلاش بتاعي، الجلاش نصه لجوه ونصه لبره. هتعرفوا ليه انا سبت نصه لبره؟ طبعا في الجلاش العادي، في صينية الجلاش العادي بنحط ورقة ورقة ونظبط كده الاطراف كده ونخليها حلوة. لا خالص، الفطيرة دي مختلفة تماما عن الجلاش العادي اللي احنا بنعمله. وطبعا خليط التسقية بتاعتنا مختلف تماما كمان عن الجلاش العادي اللي احنا برضو بنعمله. شايفين النظام؟ بحط ورقة كده بالعرض الناحية دي وورقة بالعرض الناحية دي، نصهم طالع لبره. وببدأ ان انا اسقيه بخليط التسقية بتاعي كويس جدا جدا. خليط التسقية بتاعي ده اللي هيخلي الفطيرة عندي مورقة، وهيخليها طرية جدا جدا وهشة، يعني هتكون في منتهى الجمال واللذاذة. انا بحاول بس اوريكم انا عملتها ازاي، او فردت نص لفة الجلاش بتاعتي ازاي. حبيت اكتر شوية في النص بحيث ان في النص ما يكونش سمكها رفيع اكتر. خلاص خلصت كل الكمية بتاعت الجلاش، وسبت ورقتين اتنين بقى للوش بتاعي، سبتهم على جنب. هبدأ بقى ان انا اضيف ايه اللحمة بتاعتي، اللحمة اللي احنا سبكناها او الحشوة بتاعتي، سواء ان عايزاها تعمليها بفراخ او بلحمة مفرومة. ربع كيلو لحمة مفرومة هتعمل لنا بجد صينية حلوة جدا جدا، طبعا بشوية اضافات هنضيفها على اللحمة. شايفين الجمال؟ بجد تحفة وطعمها جميل وبسيطة كمان، يعني مش محتاجة اي حوارات او اي افتكاسات. ربع كيلو من اللحمة، نص كيلو لفة جلاش، شوية جزر، شوية طماطم، شوية فلفل، والتغليفة لبن وزبادي، سمنة عادية أو سمنة بلدي، بلاش زيت. تمام، هبدأ بقى إن أنا إيه، بعد ما وزعت الحشوة بتاعتنا كويس جدا على الصينية كلها، هبدأ إن أنا بقى ألم الأطراف بتاعتي بتاعة الجلاش. طبعا احنا قلنا واتفقنا إن نص اللفة هتكون لجوه والنص التاني لبره. هبدأ بقى إن أنا أدخل كل حاجة عندي موجودة بره بالطريقة اللي حضراتكم شايفينها دي كده، ألمها كلها كويس جدا. شايفين ما شاء الله؟ وبإيدي بقى إيه، وبخليط التسقية هبدأ إن أنا أسقي بيها كده على الوش، وأضغط كويس على الوش بحيث إن أنا أفردها كويس وأسويها. شايفين الجمال؟ بحاول بس على قد ما أقدر إن أنا كمان أدخل خليط التسقية عندي في كل ورقة، حتى اللي على الوش كمان حابة إنها تكون مورقة، فهبدأ إن أنا أضيف خليط تسقية كويس جدا. تمام، احنا اتفقنا إن احنا سايبين ورقتين صحاح أو ورقتين سلام مفهومش أي خربشة أو أي قطع صغير للوش. هبدأ بقى إن أنا هضيفهم على الوش لأن ده هيكون الوش بتاعي. طيب مش في ورقة عندي صحيحة أو سليمة، ما تخافيش خالص ولا تقلقي، احنا عندنا الوش بشوية حاجات. بقى خلاص تغليف الوش من فوق، حطيت كمان خليط تسقية عندي كده من فوق شوية من الخليط التسقية، وأي بقى ميكس جبن موجود عندي. عندي ميكس جبن طبعا اللي ما بيخلوهمش خالص من التلاجة، شيدر على رومي على موتزاريلا. هبدأ أضيف شوية على الوش كده، وهبدأ بقى أضيف كمان شوية زيتون صغير اللي هو الشرايح ده، أبدأ إن أنا كمان أرصه كده على الوش، وشوية من فلفل ألوان المتقطع طبعا
وانا بحط الكمية كلها في الفلفل الالوان كلها في الحشوة، شلت معلقتين كبار كده من الفلفل المتقطع على جنب. ليه؟ قلت انا هحتاجه كمان في التغليف من فوق، او احطه اضيفه على وش الفطيرة، تديني كده شكل البيتزا. شايفين الجمال؟ بجد حلوة جدا جدا، يعني بجد منظرها خرافة. شايفين الجمال؟ انا طبعا مولعة الفرن بتاعي بقى على اعلى درجة، 200 مثلا او 220. دخلت الفرن، فتحت الشواية خالص من فوق. لا، لما بدأت ان انا خلاص حسيت ان الجوانب عندي احمرت او اخدت اللون الذهبي، بدأت ان انا اولع الشواية عندي من فوق. شايفين الجمال والحلاوة؟ بجد كانت عظمة عظمة عظمة. شايفين؟ وكمان ايه، البيكنج باودر لما حطيته على اللبن والزبادي والسمنة كده، نفخهالي وخليهالي كبيرة كده في الفرن. ما شاء الله عليها، بجد حلوة جدا. شايفين الجمال؟ بجد عظمة عظمة عظمة. هتعملوها وانا متأكدة 100% انها تعجبكم اكيد. هبدأ بقى ان انا اطلعها كده واحطها على اكبر صينية موجودة عندي. شايفين بقى؟ هبدأ ان انا ايه اطلعها، وبعدين بالسكينة او بالمخرطة بتاعتنا، وهبدأ ان انا اقسمها. بصراحة انا حبيت ان انا اقسمها احسن حاجة من المخرطة، يعني ايه منها شكل. وكمان بتديني تقطيع حلو جدا عن السكينة. مش هتشيل الوش، يعني السكينة بحسها ان هي ايه، بتشيل الوش اللي موجود على الفطيرة اللي هي الجبنة. انما بالمخرطة بجد هتحكم فيها، وكمان هتديني شكل حلو قوي. شايفين الجمال؟ ما شاء الله عليها بجد، يعني ما كنتش عايزة ابطل اكل فيها من درجة قد ايه هي حلوة وجميلة وخفيفة. يعني بنص كيلو من لفة الجلاش بس، وربع كيلو من اللحمة، عملنا عظمة يا جماعة. كفت 4 و5 كمان أفراد. شايفين الجمال؟ ما شاء الله، تسويتها ممتازة. قعدت في الفرن حوالي 30 دقيقة، مخدتش وقت خالص. شايفين مورقة قد ايه وجميلة وطرية جدا، جوسي كده في نفسها. بجد حلوة جدا. اتمنى انكم تجربوا الوصفة بتاعتي الجميلة دي، وكمان تكتبولي في الكومنتات لو حد فيكم جربها وتفرحوني بيها. ما تنسوش كمان تسيبولي كومنت جميل كده زيكم تشجعوني فيه، ولايك يا جماعة، اعملوا لايك واشتركوا في القناة وفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. وبألف هنا وشفا على قلوبكم.